بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله الجزء التاسع من atrial fibrillation from physiological point of view. اتكلمنا في الاجزاء اللي قبل كده عن علاقه الاtrial fibrillation باللو كاردياك اوتبوت، diastolic dysfunction، mitral regurg، thrombus formation، وحاجات تانية كتير. المهم بالنسبه لنا ان شاء الله النهارده هو حاجه اساسيه في ليه الاtrial fibrillation هو irregular علامه مميزه للاريزميا دي، الا وهو الكونسيلد كوندكشن. ايه الكونسيلد كوندكشن ده؟ قبل ما نعرفه طبعا احنا نفتكر مع بعض ان الاtrial امبلس عشان توصل للفنتركل محتاجه تعدي بالايفي نود. الايفي نود دي بقى سبحان الله ليها كذا خاصيه مهمه جدا، زي الديكريمنتال كوندكشن، كوندكشن ديلي، والمهم بالنسبه لنا النهارده هو الكونسيلد كوندكشن. الكونسيلد كوندكشن ببساطه هو كونسيلد يعني مختبئ، يعني في امبلس بيحصل لها كوندكشن ولكن هي الايفكت بتاعها بيبقى مختبئ، يعني مش بتبين لك كيو ار اس على الاي سي جي، ولكن هي بتعمل شويه تغيرات في الكهربيه جوه الايفي نود بتاثر على الامبلسز اللي هتيجي بعد كده. يعني الامبلس لما تيجي تعدي من الاتريال للفنتريكل عشان تعدي الايفي نود عندها حل من ثلاثه: يا اما هترافيرس الايفي نود كومبليتلي فتعمل فنتريكولار ديبولاريزيشن، وده اول حاجه، يا اما تبقى كومبليتلي بلوكت في الايفي نود، خلاص هتضاي اوت كده كده انتهى امرها، يا اما هتعمل بارشال ديبولاريزيشن اوف ذا ايفي نود. يعني ايه؟ احنا اتكلمنا في كورس كارديوفاسكولار فيسيولوجي، هتلاقوا اللينك بتاعه ان شاء الله، ان الايفي نود دي حاجه كومباكت ستراكشر كده، تكون من ثلاث اجزاء: اتريو نودال ونودال هيس ريجن. هي مجموعه خلايا مترصصه ورا بعض. لو في امبلس عرفت تعمل ديبولاريزيشن لاول وثاني جزء مثلا، بعدين جت عند الجزء الاخير عملت له بارشال ديبولاريزيشن. يعني ايه؟ المفروض ان انت علشان تعمل ديبولاريزيشن محتاج ان انت توصل ستيمولس جامد كفايه عشان توصل للثريشولد. الثريشولد ده بقى عنده كل ما انت تبقى مور نيجاتيف، ده هيحسن لك من الديبولاريزيشن اللي هيحصل بعد كده، لان ده بيزود عدد الصوديوم شانلز الافيلابل فور ديبولاريزيشن، الكلام ده اتكلمنا عنه في كورس الفسيولوجي. فانت كل ما تبقى نيجاتيف اكتر ده احسن للخلايا. طيب لو جيت بقى عملت بارشال ديبولاريزيشن، فانت بدل ما انت كنت نيجاتيف هنا، لا بقيت نيجاتيف هنا، بقيت نيجاتيف هنا. كل ما انت بتقرب للثريشولد حتى لو جالك افكتيف ستيمولس بعد كده مش هيعمل لك ديبولاريزيشن كويس. فدي فكره الكونسيلد كوندكشن، ان في امبلس هتيجي هتعمل بارشال ديبولاريزيشن للسيلز، ولكن هي مش هتكون قويه كفايه ان هي تعمل لك اكشن بوتنشال، مش هتعمل بروباجيتد ويف، ولكن هي علشان هي تعمل بارشال ديبولاريزيشن ففي الوقت ده بتخلي الايفي نود ريفراكتوري لما سياتي بعد كده. هنقول مثال. اول حاجه مثلا هفرض ان جالك افكتيف امبلس عادي، الافكتيف امبلس دي ترافيرس للايفي نود تعمل كيو ار اس، وبالتالي انت عندك ايه وراها في. تيجي الامبلس بعدها تبقى بارشلي بلوكت او بارشلي بتديبولارايز الايفي نود، وبالتالي مش بترافيرس الايفي نود فمش بتعمل لك كيو ار اس، ف A to nothing او A to zero. A اللي هو الاتريال اكتيفيتي، وفي اللي هو الفنتريكولار اكتيفيتي. زيرو يعني مفيش اكتيفيتي. الايفي نود في الحاله دي بقت ريفراكتوري، لان هو حصل ديبولاريزيشن لاجزاء منها واجزاء ثانيه لا، واجزاء حصل لها بارشال ديبولاريزيشن، فهي كده الايفي نود بقت ريفراكتوري حتى مع ان ما فيش قبلها كيو ار اس. يعني هي دلوقتي لو جالها امبلس ثانيه زي ما هيحصل مثلا، الامبلس الثانيه دي هتلاقي الايفي نود ريفراكتوري ما بتعديش اي حاجه، فيحصل لها كومبليت بلوك، فتبقى A to 0 برضه. ما حصلش بروباجيشن مش علشان الايفي نود فيها مشكله، لا، علشان الامبلس اللي جت قبل كده كانت ضعيفه، ولكن هي عملت بارشال ديبولاريزيشن الايفي نود فدخلتها تاني في الريفراكتوري بيريود بتاعتها. فانت عندك هنا كيو ار اس، هنا ما عندكش، هنا ما عندكش. تيجي بقى الامبلس اللي بعد كده تلاقي مثلا الايفي نود رجعت اتريست تاني فتعمل لك كيو ار اس A to V. الامبلس اللي بعدها تلاقي ايفي نود اتريست ترافيرس تعمل لك كيو ار اس A to V. بسبب الكيوتيك اتريال اكتيفيتي ان هي الامبلسز بتوصل للايفي نود في اوقات مختلفه different intervals، فده بيخلي ريزم irregular. ده طبعا بالاضافه الى الريفراكتوري بيريود ديبندنسي اللي اتكلمنا عنها في الجزء اللي فات اللي هو الاشمن فينومينا. بالمره واحنا هنا نفس السبب بتاع الكونسيلد كوندكشن ده هو اللي بيشارك في تكوين البوست بي في سي كومبنساتوري بوز. لو جت بي وراها كيو ار اس عادي، لما تيجي البريماتيور فنتريكولار كونتراكشن طبعا هي بتطلع من الفنتركل فبتحاول تعدي ريتروجريدلي عشان تخترق الايفي نود وتعمل ديبولاريزيشن للاتري. ممكن ده فعلا يحصل في صوره ريتروجريد بي او ممكن ما يحصلش خلاص. في النهايه ان هي برضه بتعمل بارشال ديبولاريزيشن للايفي نود، فتدخل الايفي نود في ريفراكتوري بيريود. لما تيجي النورمال ساينس امبلس بعد كده تلاقي الايفي نود في ريفراكتوري بيريود فما تعديش حاجه، فيحصل لك بوز طويله بعد البي في سي. يعني هنا مفيش بي، يعني يحصل لك بوز طويله بعد البي في سي، فده هو البوست بي في سي كومبنساتوري بوز. طيب هل ممكن بقى مريض الاتريال فايبريليشن يكون ريجولار فنتريكولار ريزم؟ والله اعلم. ده في بعض الاحيان، مش موضوعنا دلوقتي، زي كومبليت هارت بلوك مثلا، ده هيبقى يجي له وقت ان شاء الله.
المره الجايه هنعرف ازاي الاس جي بتاع الاثيرا فايبريشن ممكن يخدع بعض الدكاتره ان هو يعتقد المريض عنده بريكارديال افيوجن. هذا والله اعلم. الحمد لله.